السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. تعالوا نبدأ الفيديو مع بعض كده وأنا بسلم عليكم ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزة أقول لكم وحشتوني كتير قد الدنيا دي كلها، وحشتوني قوي قوي بجد. يعني انا من غيركم بحس ان انا وحيده رغم كل الناس اللي حواليا. بجد مليتوا عليا حياتي جدا جدا، لدرجه ان انا يعني اليومين اللي فاتوا دول كنت حاسه ان انا ببص وبموت بالبطيء. والله العظيم من غيركم ولا حاجه خالص، بس والله اعذروني. عايزه اقول لكم ان انا كنت تعبانه بعد اخر فيديو ده، ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط. كوارث كوارث كوارث. نزلت الفيديو واليوم عدى، وتاني يوم المفروض بقى ايه برضو، يعني بقوم اعمل لكم الفيديو ومنتج وكده وانزله لكم بالليل. قمت بقى الصبح لقيت نفسي بقى تعبانة جدا جدا، واليوم عدى عليا كله بتعب. وبعدين اليوم اللي بعده بنتي اللي هي 3 سنين لقيتها تعبانة. وبعدين بقى امبارح بنتي الصغيرة وابني الصغير كمان خدوا العدوى من اختهم اللي هي 3 سنين، لان الاطفال الصغيرة دول توأم وعندهم سنة ونص. ماشي، فخدوا العدوى من اختهم، فكله بقى تعبان. ورحت المستشفى امبارح وبص حالتنا حالة، البيت كله في حاجة مش طبيعية. عايزة اقول لكم ان انا قاعدة زي ما انا في المكان ده، وفي حاجات في السقف وقعت واتكسرت لوحدها، وقعت علينا، فده من ستر ربنا. فعايزه اقول لكم ان فان جوخ نفسه ما يعرفش يعمل المنظر الطبيعي اللي في السقف فوقيه. والله العظيم بجد مش بهرج. السقف شكله فظيع. انا كنت عايزه اصوره لكم واوريه لكم، وبعدين قلت لا لا، بصراحه يعني لا يعني مفيش داعي. شكله غريب خالص ومتكسر ووقع لوحده في حاجات، والمنظر مش حلو يعني. قلت خلاص بقى مش مهم، ربنا بس يسهل، وبعدين ان شاء الله ايه نبقى نرمم الحاجات اللي باظت دي. انا بقى مش عايزه انكد عليكم خالص، ومش عايزه اطول في موضوع تعبي ولا تعب ولادي ولا الكوارث اللي عماله تحصل عندي في البيت. بس ايه، كل اللي اقدر اقوله ان انتوا بجد وحشتوني قوي قوي قوي. ونزلت الفيديو النهارده عشان خاطر عيونكم وعشان خاطر اتكلم معاكم. هنا انا كنت بعمل ايه بقى يا صبوحه؟ طبعا انتوا كنت كل حاجه شايفينها بعينكم الحلوه دي. تمام. انا مسكت الانتريه ده، رتبته ونزلت كل المخدات دي، وشلت بقى ايه الفرش بتاع الشيلت اللي احنا بنقعد عليها دي، اللي هو شكله باين ده البيج. شلت الفرش بتاعه لان ايه حاساه ايه لونه غير كده وتوسخ. فقلت لا، لان ده اكتر مكان بقى بنقعد فيه وكده، فقلت لا لازم اخدهم اغسلهم من ضمن الغسيل كده، وعشان ايه لما ينشفوا واحطهم تاني يبقى الانتريه نضيف. يعني لما اول حاجه كده كل حاجه اقابلها قدامي اول باول اشوفها كده وابقى عايزه ان انا اعملها عشان خاطر ايه ما تتكومش عليا. ما استناش لما الانتريه كله يتوسخ، لا يعني ما دام شفت ان الحاجه دي عايزه تتعمل خلاص يبقى اعملها. وبعدين بقى ابقى ارجعها مكانها تاني. فاحنا كده بوظنا الشكل. بوظنا كده الكنبه، هي بقت خلبطيطه خالص، يعني الوان من كل حته شويه. بس طبعا ايه ده على اخر النهار الفرش هيكون اتغسل ونشف، او على الصبح يكون نشف، اقوم بقى حاطه ايه الفرش تاني، بس هيتحط بقى على نظافة والشكل يكتمل كده ويبقى شكله نظيف. ماشي. وبعدين رجعت المخدات مكانها بقى وظبطت الانتريه. وبس مش هقدر امسح بقى معاكم النهارده، انا نفضت السجاده كده تنفيضه خفيفه وقلت اكنسها من على الوش والم الزباله. المهم ان الاوضه تبقى نظيفه. ماشي، لان انا مش قادره خالص. سبحان والله من خليني قادره ان انا اصور معاكم، بس انا قلت لازم انزل لكم فيديو، انا ما اقدرش ابعد عنكم كل ده. تمام يا حبايبي. ماشي. وكمان مرضتش اطول يعني في الحاجات معاكم، يعني خلصت شغل البيت بسرعة بسرعة، وعملت الحاجات اللي ناقصاني معاكم علشان ولادي تعبانة ولازم ان انا اركز معاهم. ماشي. بصوا هنا بقى، انا رحت الم الغسيل. هلم برضو معاكم. وبرضو عايزة اقول لكم ان انا حطيت يعني غسيل في الغسالة، والفرش اللي هو بتاع الانتريه، ولسه في غسيل تاني عايز يتغسل، وغسيل بيتلم يعني. الغسيل ده بصراحة عندي يوميا بغسل، ويوميا بطبق غسيل وكده. طبعا انا قطعت يعني الحتة دي عشان طولت قوي قبل ما لميت الغسيل، انا مش عايزة اطول عليكم. ماشي. فلميت بقى الغسيل ورجعت بقى ايه اقعد بقى اطبق الغسيل ايه معاكم. المهم كده ما تاخدونيش في دوكا بقى، قولوا لي انا كمان وحشتكم ولا لا. اكتبوا لي في الكومنتات، هعرف من الكومنتات بتاعتكم انتوا وصلتوا لحد فين. عايزاكم بقى ايه كده
تكتبوا لي في الكومنتات وحشتنا يا صبوحة، وانت فعلا يعني ايه غيابك اليومين دول اثر معانا وكنتي وحشانا، لان انتوا كمان والله وحشتوني. ماشي. ومش عايزاكم بقى تزعلوا ان انا كنت تعبانه او ولادي تعبانين، كل حاجه بامر الله بتعدي وان شاء الله خير وربنا يشفيهم لي يا رب. فانا بقى ايه مش عايزه ايه اعكنن عليكم كده، احنا عايزين ايه نفرفش كده مع بعضينا ومش عايزين نفكر في التعب، وان شاء الله خير يا رب. وباذن الله هطمنكم برضو الايام اللي جايه، ان شاء الله الايام دي تعدي على خير وكده. هنا انا كنت طبقت الغسيل بقى، وكل جزء كنت بطبقه، قلت عشان ما يقومش عليا رحت ايه كل حبة كده كنت بطبقهم بروح احطهم في الدولاب. وكده كنت خلصت خالص الغسيل، لميت وطبقت وروقت بقى ايه اوضه الانتريه كده وظبطتها. طبعا انا مش هستنى بقى لما اغسل الفرش واحطه معاكم، لان كده كنت هستنى على الفيديو لتاني يوم. فانتوا بقى فاهمين ايه اللي هيحصل لما الفرش ينضف وينشف وكده، هروح احط بقى ايه مكانه بره عشان ايه شكل الانتريه يتظبط وكده. دخلت كمان معاكم على المطبخ مكركب خالص. انا كنت غسلت كم مواعين يا جماعه، كل المواعين دي انا غسلتها قبل التصوير، مواعين كتير قوي قوي. وبعد كده فطرنا وفي شويه مواعين اتكوموا تاني، دول بقى ايه حبه صغيرين دول اللي هغسلهم معاكم. ماشي. فاول حاجه بدات في المطبخ ان انا ارص المواعين وارجعها مكانها واشيلها في قلب المطبخ وكده. يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا رب سبحان الله والحمد لله والله اكبر. بحب كده ارتب الحاجه وارجعها مكانها، وده بلاستيك بقى ومخلل كده وحاجات كانت محطوطه خلصت غسلتهم بقى وارجع كل حاجه مكانها. ماشي يا حبايبي. ياه بجد مش عايزه اقول لكم قد ايه كنت وحشني. انا مبسوطه جدا يا جماعه رغم الظروف اللي انا فيها، مبسوطه ان انا قاعده كده بسجل معاكم. وحشتوني 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 وحشتوني. ايه رايكم كده في اللغه؟ حبايبي بسلم عليكم والله، مش عايزه ولا عكنن على نفسي ولا بص ولا نكد عليكم ولا عليا ولا اي حاجه. كل ما عينيا تيجي على الكاميرا اسلم عليكم كده واقول لكم باي باي. واشاور لكم كده ان انتوا يعني ايه وحشني. انا بقى ايه الصبح بقى اول ما قمت كان قلت قبل الترويق وقبل اي حاجه بقى انزل بقى السوق اجيب شويه حاجات للبيت. يعني انا بص شاطره اهو، يعني صحيت بدري وروقت وخلصت وعملت المواعين وفطرت الاولاد وديت لاولادي العلاج وفطرتهم وحاجات كتير كده. وكمان نزلت السوق جبت بقى يا سبوحه، جبت معايا فاكهه. بص هو في ناس بتقول يوستفندي وفي ناس بتقول سفندي وفي ناس بتقول ايه يوسفي. فبصوا المهم ان ايه خلينا في يوسفي. يوسفي حلوه صح؟ او يوستفندي. جبت معايا يوستفندي وجبت معايا جوافة وجبت معايا طماطم وجبت بطاطس وجبت فلفل وخيار. الفلفل والخيار خدت منهم كده ايه قبل التصوير كنت وانا بحضر الفطار وكده، فغسلتهم وشلتهم في التلاجة. فبقيت الحاجة دي انا هحطها معاكم. مسكت القوطة غسلتها زي ما انا قلت لكم قبل كده، لو كمية كبيرة عشان ما تبص مني لما احطها في الدرج، لان طبعا الخضار والحاجات دي بقت خلاص مليانة كيماوي فبتبص بسرعة. لو كمية كبيرة بسيبها في الدرج كده من غير غسيل، ولما اجي اطلع الحاجة اللي انا عايزاها اخد على قد الكمية واغسل. انما دول 2 كيلو بس فهستخدمهم بسرعة، فغسلتهم وخليتهم زي الفل وحطيتهم في درج التلاجة. وهنا كنت شلت البطاطس مكانها في التربو او المكان اللي بنحط فيه البطاطس. وهنا مسكت عندي يا جماعة برضو الجوافة غسلتها، وبعد ما غسلتها نقعتها في شوية مية لان لقيتها مش عايزة تنضف وفيها تراب وكده. فرحت جيت بقى بعد ما غسلتها انا سايباها كده في الطبق يا جماعة منقوعة في شوية مية. ماشي. هنا بقى بعمل ايه اليوستفندي اللي انا بقول لكم عليه. بص انا كنت بضحك ليه بقى، اول ما حطيت واحدة وقعت وبعدين شوية والتانية وقعت، فانا كنت ماسكة التالتة قلت قلت لها وانتي قاعده بتعملي ايه في ايدي، يلا اقعي. كنت هوقعها هي كمان. وبعدين ايه لقيت نفسي ايه ده ايه يعني بضحك وكده، يعني اهو نضحك يا جماعه ونهزر مع بعض. مش عايزين كآب، على رأي البت منى مش عايزين كآب. ايه يا جماعه وانا ما كنتش لسه غسلت الجوافه؟ معلش يا جماعه انا كنت مفكره ان انا غسلتها. المفروض ان انتوا شايفين بقى، يعني انتوا كنتوا اكيد بتقولوا صبوحه ايه ده يا غسلتها امتى ما شفناش.
يا جماعة انا لسه بغسل الجوافة، معلش. انا سرحت معاكم في الكلام، وافتكرت لما هي اتركنت على جنب ايوه كده ان انا خلاص غسلتها، لكن انا بقى معلش بقى يا جماعة. انا كده فعلا كنت خلاص، بعد يعني ما عملت اليوستفندي وكده ورصيته، رحت جيت بقى مسكت الجوافة غسلتها، وبعد ما غسلتها نقعتها في شوية مية وسبتها بقى على جنب، ودخلت على المواعين يا جماعة. غسلت كل المواعين وما خليتش اي حاجة في المطبخ. كده بقى انا خلصت المطبخ وخلصت كل حاجة في البيت، واللي عملته معاكم في التصوير عملته، واللي عملته بقى خارج التصوير عملته. يعني المهم ان الشقة عندي كانت خلصتها كلها، وكمان الحاجة اللي في المطبخ خلصتها، ورصيت الخضار بتاعي ورصيت الفاكهة بتاعتي وغسلتها، وخلصت المواعين وظبطت كل كده حاجة عندي. استنوني بقى في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، وان شاء الله هبقى اطمنكم عليا وعلى اولادي، واستنوني في الفيديوهات اللي جاية، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.